مش قادر. خلاص كاس العالم خلص يا جدعان، ادخل يا عم في الحلقه على طول. تحليل ماتش النهائي ما بين فرنسا والارجنتين. اعمل انا ايه بعد كده يا ربي؟ خلاص وصلت الرحلة الجميلة والممتعة لنهايتها. بطولة كانت مليانة بالأحداث الممتعة والإثارة والمفاجآت، وتصنفت كواحدة من أفضل بطولات كأس العالم على الإطلاق. وزي ما بيتقال كده ختامها مسك، والختام ما بين حامل لقب كأس العالم المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني. اتكلمت بصراحة كتير على المنتخبين ونقاط القوة والضعف في كل منتخب على مدار مشوارهم الكامل في البطولة، فبصراحة أنا مش جاي أعرفكم نقاط القوة والضعف في كل فريق، بس هنتكلم ليه المباراة اللي جاية دي ممكن تبقى واحدة من أشرس المباريات على الإطلاق في البطولة، أو ممكن تبقى واحدة من أكتر المباريات مللا في البطولة كلها. خلينا نبتدي الأول بالإحصائيات. وصلت نسبة الاستحواذ في مباراة الأرجنتين ومنتخب كرواتيا ل 61% للمنتخب الكرواتي مقابل 39% للمنتخب الأرجنتيني. ومن ناحية عدد التسديدات كان في 12 تسديدة للمنتخب الكرواتي، منهم 2 بس ما بين القائمين والعارضة. والناحية الثانية بالنسبة للمنتخب الأرجنتين سدد 9 تسديدات، منهم 7 تسديدات بين القائمين والعارضة. ومن ناحية عدد التمريرات اللي قدر يعملها كل فريق، فالمنتخب الكرواتي قدر يعمل 607 تمريرة مقابل 399 تمريرة للمنتخب الأرجنتيني. والأرقام دي كلها لو جمعناها وركزنا عليها هنعرف الأسلوب اللي كان بيلعب بيه المنتخب الأرجنتيني أمام منتخب كرواتيا. كنت كلمتكم في حلقة توقعات مباراة الأرجنتين ومنتخب كرواتيا على أسلوب اللي ممكن يعتمد عليه المنتخب الكرواتي، وإن هو هيلعب بدفاع متوسط ويركز بشكل كبير على التحولات. لكن مع بداية اللقاء اتغير كل شيء، وبصراحة اتفاجئت مفاجأة كبيرة. لقيت ان الاسلوب ده هو اللي بيعتمد عليه سكالوني مع منتخب الارجنتين. حتى التشكيلة اللي ابتدى بيها اللقاء كانت مختلفة تماما. لعب رباعي في نص الملعب، مفيش اي لاعب منهم تقدر تقول عليه ان هو صانع العاب او حتى لاعب جناح. الاربعة كانوا لاعبي ارتكاز، ودي حاجة توضح لك قد ايه سكالوني كان مركز بشكل كبير على مصدر قوة المنتخب الكرواتي وهو ثلاثي نصف الملعب. ففي المقابل سكالوني قال لك لا، انا لو دخلت المعركة دي انا هخسر مليون المية. ومع وجود ثنائي هجومي زي الفاريز اللاعب المميز في مهاجمة المساحات، وميسي بالتأكيد اللي يعتبر افضل لاعب في البطولة جنب جريزمان، فكانت العملية محسوبة. انا هسيب الكرة للكروات، واول لما اقطع الكرة منهم هبتدي العب تمريرات طولية او عن طريق الزيادة العددية اللي هيقدمها رباعي نصف الملعب، اعمل التحولات بتاعتي واقدر اوصل لمرمى المنتخب الكرواتي. وهو ده اللي حصل في الهدفين. ولما نيجي نروح لمباراة منتخب فرنسا والمغرب، فالكلام اللي قلته في مباراة الارجنتين والكرواتيا هنلاقي شبهه بالظبط في المباراة دي. لو هنتكلم في الاول على نسبة الاستحواذ فهي كانت 61% للمنتخب المغربي مقابل 39% للمنتخب الفرنسي. ومن ناحية عدد التسديدات فمنتخب المغرب سدد 13 تسديدة مقابل 14 للمنتخب الفرنسي. وعدد التسديدات اللي كانت ما بين الثلاث خشبات واحدة، 3 لكل فريق. وبالنسبة لاجمالي التمريرات اللي عملها الفريقين فكانت 575 للمنتخب المغربي مقابل 363 للمنتخب الفرنسي. وده يأكد لك ان نفس الافكار اتطبقت في المباراتين. ديشامبو المنتخب الفرنسي برغم ان هم يملكوا ترسانة من النجوم ومن افضل لاعبي العالم الموجودين في مراكزهم، الا انه فضل يلعب بنفس الاسلوب بتاعه. المنتخب المغربي من بداية البطولة كان بيركز ان هو يلعب بدفاع متوسط ويركز على التحولات، وما كانش في حد بصراحة يتوقع ان هو هيغير اسلوبه ويبتدي يضغط ويهاجم المنتخب الفرنسي. مش هتكلم عن الاخطاء اللي عملها ركراكي في التشكيلة اللي ابتدى بيها اللقاء، ولكن هقول لك في السريع انها ساهمت بشكل كبير جدا ان منتخب فرنسا يقدر يتقدم في النتيجة. ومع تقدم المنتخب الفرنسي ما بقاش فيه اي داعي ليه ان هو يضغط على المنتخب المغربي. فعليا لو جينا نشوف الفرص اللي جت للمنتخب الفرنسي في الشوط الاول فهو تقريبا ضيع 3 أو 4 فرص كانوا كافلين تماما ان هم ينهوا المباراة. فخلاصة الكلام على اسلوب الفريقين، منتخب الارجنتين بقيادة سكالوني اللي اخيرا لقى الاسلوب المناسب ليه علشان يقدر ينافس على اللقب، بالاضافة للاسماء اللي خلاص بقى يعتمد عليها بشكل اساسي في كل مباراة، وتحديدا من مباراة منتخب هولندا ثم مباراة منتخب كرواتيا. فنقدر نقول ان بنسبة كبيرة هو مش هيتخلى عن الاسلوب ده، لان هو ده الاسلوب الوحيد اللي بيقدر يأدي بيه المنتخب الارجنتيني بشكل جيد جدا. ما عندوش لاعبين اصحاب جودة ورؤية عالية في عملية البناء والتدرج بالكرة او صناعة اللعب، ولكن عنده لاعبين مقاتلين يقدروا ان هم يدخلوا في التحامات ويعملوا لك الزيادة العددية في الثلث الاخير. وهو ده بنسبة كبيرة الاسلوب اللي لازم يمشي عليه منتخب الارجنتين وسكالوني، وما ينفعش ان هو يغيره قدام المنتخب الفرنسي. والناحية الثانية لما نيجي
بنتكلم على منتخب فرنسا، فبالتاكيد ديشامب مش هيحتاج ان هو يغير من طريقته، هيلعب بنفس الطريقه ويحاول يسحب لاعبي منتخب الارجنتين لنص ملعبه ويعتمد على التمريرات الطوليه اللي هتتلعب لامبابي او ديمبلي مع الزياده العدديه اللي هيقدر يقدمها جريزمان وجوده جيرو في عمليه انهاء الهجمات. فانت كده لما تيجي تسالني لما الفريقين هيلعبوا بنفس الاسلوب يبقى مين اللي هيهاجم ومين اللي هيمسك الكوره؟ وهي دي النقطه اللي انا اتوقعها. انا شخصيا اتوقع المباراه هتبقى ممله جدا في بدايتها، وكل فريق هيكون عامل حسابه قوي وخايف من الخصم. ما اعتقدش ان احنا هنلاقي ضغط هجومي من اي فريق من الاثنين، بس مع اول هدف يجي في المباراه وهتلاقي المباراه اتحولت لماراثون، لان بمنتهى البساطه الفريق اللي جه فيه الجون هيبتدي يضغط ضغط عالي ويستحوذ على الكره ويكتر بشكل كبير جدا من محاولاته على المرمى، والناحيه الثانيه الفريق اللي احرز الهدف بالتاكيد هيتكتل دفاعيا وهيلعب بالاسلوب المميز ليه واللي بيعرف يأدي بيه وكسب بيه ووصل بيه للنهائي، وهو التحولات الهجوميه. يعني من الاخر كده ما تستناش متعه في المباراه دي طول ما النتيجه 0-0، لكن اول لما النتيجه تبقى 1-0 لاي فريق من الاثنين فساعتها هنشوف مباراه حلوه. بس خليني اقول لك حاجه، من وجهه نظري شايف ان المنتخب الفرنسي حظوظه اكبر من المنتخب الارجنتيني. بمنتهى البساطه المنتخب الفرنسي عنده لاعبين مميزين في كل المراكز اكتر في الجوده من لاعبي المنتخب الارجنتيني، ففي حاله ان هم لعبوا بضغط عالي وابتدوا يستحوذوا على الكوره فعنده اللاعبين المميزين اللي يقدروا يقدموا له ده بشكل اكثر من رائع، وديشامب عنده الجوده في لعيبته ان هم يهاجموا الممرات الخمسه للمنتخب الارجنتيني، فساعتها قصه حيازه الكوره بالنسبه للمنتخب الفرنسي هتكون سلسه وما فيهاش مشاكل كبيره. لكن الناحيه الثانيه منتخب الارجنتين زي ما شفنا في مباراه منتخب السعوديه لحد مباراه منتخب هولندا، فدايما منتخب الارجنتين بيعاني لما بيستحوذ على الكره وما بيكونش عنده اي حلول يقدر يهاجم بيها الثلث الاخير من الملعب الا لو ميسي قدر ان هو يتصرف. فهل يا ترى سكالوني ولا ديشامب اللي هياخد الطعم الاول ويبتدي يهاجم الخصم ويسيب المساحات اللي اكيد هتضره جدا؟ اتمنى ان احنا نشوف مباراه ممتازه في واحده من افضل بطولات كاس العالم اللي اتعملت في التاريخ كله. وبكده خلصت حلقات كاس العالم، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. استنوني بعد بطوله كاس العالم ان شاء الله في متابعه لمباريات الدوري الانجليزي، وبالتاكيد اكتر حاجه هتعوضنا عن نهايه كاس العالم هي الشامبيونز ليج. خلصت حلقتنا، اشوفكم في حلقه تانية، سلام.